فيديو جديد ونفسي رايحه كده لسلايس بيتزا يبقى صغير جدا، اصغر سلايس بيتزا في مصر. يلا بينا نشوف الوجبه دي تطلع حلوه ولا اي كلام. يلا نسلك. في كولا ولا غلطه، واحد من افضل البدائل المقاطعه. ندخل نشوف البطاطس. البطاطس جامده بس مفيش كاتشب معاها، مش عارف ليه. اكبر سلايس بيتزا في مصر ده البيبروني. خلونا ندوق نشوف هل هيطلع حلو ولا اي كلام. شرايح البيبروني نفسها جودتها عاليه جدا. الصلصه، الجبنه، العجينه ولا غلطه 100%. بس من الحاجات اللي مزعلاني ازاي يبقى في بطاطس وبيتزا ومفيش ولا كيس كاتشب. الوجبه دي بالمناسبه سعرها 156 جنيه فوفرها، يعني على سلايس بيتزا مش رخيص. ولكن الحق يتقال، البطاطس طعمها جميل جدا، البيتزا طعمها ممتاز، والعجينه حلوه، وكمان المشروب عرفوا يختاروه صح. في كولا رائع. العجينه نفسها ممتازه. ودي خطيرة مع بطاطس. لا جامدة جامدة يعني. رأيي في وجبة أكبر سلايس من بيتزا ستيشن الصراحة البيتزا ممتازة جدا، السعر حلو كمان، البطاطس رائعة، وحتى المشروب اعتراضي الوحيد إن المفروض تحطوا كاتشب، غير كده زي الفل. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تدينا لايك، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، واكتب لي في الكومنتات لو عايز نجرب حاجات تانية من بيتزا ستيشن وأطعم مختلفة. وبس كده، سلام.